السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في شهوات عائشة. اليوم بإذن الله فيديو خاص مع بشنيخة والعسل اللي غنشاركو معكم بجوج في فيديو واحد. بمناسبة شهر رمضان، الله يدخلو علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر للجميع يا ربي، وبشي رزيق ساهل ماهل وصلح للوليدات. هنا كما كتشوفوا. تقدروا ديروها في المناسبات. كتجي غزالة، كتصايبوها بهذه الطريقة، كتجي رائعة في البلاطو. آه، في الأعياد في هذا كتجي زوينة وبدون كسور. نتوما عادش نوريكم كل شيء وما غنخبي عليكم حتى شي حاجة وبجميع الأسرار ديالها. هنا غنصايب معكم العسل اللي ناجح 100%، ماشي بالسكر القالب، سنيدة. الا كنتم مزروبين هاد الطريقه كتجي زوينه. وهنا غنقولوا بسم الله. وإلا عجبكم الفيديو تبعوا من الاول حتى الاخر، راه كاين نصائح. ما تنخبي عليكم حتى شي حاجه، ورانتم عارفين الوصفات ديالي راهم ناجحين وما تنقدرش ننقص شي حاجه. بالعكس، اللي عارفاه كنوريه بندير رحمه الوالدين. وإلا عجبكم الفيديو شجعوا اختكم وديروا لايك باش نقدر نعطي داكشي اللي عندي. آه ملي كتشجعوني كتزيدي تحمسي، ملي ما كيكون لا تشجيع لا والو كضربي تماره على الفيديو، وفي الاخر ما كيكون لا تشجيع لا والو. صافي بحال اللي كتبردي، ما كتقديش تصوري وتلوحي الفيديوهات. كما شفتوا هنا راني درت جوج باكيات ديال سنيده، هي 4 كيلو، ودرت جوج يطرو ديال الماء. سنيده دغيا دغيا كترديها في نفس البلاصه، ولكني كتبغي تحراك، ماشي بحال السكر كيدوب على خاطرو. هذه كتبغي تحراك باش كتذوبيها بداك التحراك. صافي هنا كترديها مباشره. هنا كما شفتوا خديت جوج ليمونات وحامضه، خديت جوج عويدات ديال القرفه اللي مغسولين، وخديت 8 هدا ما يتبدناش، هذا 8 قرنفل اللي تكيتهم هكا في الليمون. صافي هنا راه رديتها فوق البوطه، اللي البوطه اللي تكون مجهده. وصافي وكتبقاي تحركي، ما كتحبسيش بالتحراك حتى كيدوب داك السكر، ما كتحسيش به. صافي عاد تدي وديري الصفاره وتخليه واحد ساعه ونص هكاك. نقصي عليه البوطه ملي تصفر، وخليه واحد ساعه ونص حتى يطيب على خاطرو، ويولي لك داك الليمون بحال هكا والحامض كراميل. صافي وغتعرفي العسل راه طاب، خليه يبرد. صافي وغتخليه يبرد ويعطيك النتيجه اللي بغيتي، كيجي رائع وكيجي زوين. صافي هنا غندوزو للعجينه. عندي هنا كيلو ديال الطحين الفورس المزيان. غندير ساشي ديال فاني، معلقه صغيره ديال القرفه، غندير معلقه ديال حبه حلاوه، غنزيد نص، غندير معلقه ونص من نافع ومعلقه ونص من حبه حلاوه، غنزيد معلقه ديال الزنجلان للتنسيم. ملي ما بغاش يديرها ماشي مشكل، ولكني صدقوني راها جات غزاله. ندير رشه ديال الملحه، وعندي كما كتشوفوا ربع ديال الكاس ديال المزهر، وعندي نص لتر ديال الحليب اللي درته في كاسرونه. صافي وهنا مزهر راني سخنته، وغنزيد عليه الزعفران شعره باش يطلق ليا داك اللوين، انا باغا هذاك اللون. صافي من بعد غنصفيه. والحليب غندفيه واحد شويه ماشي بزاف، حيت هنا مزهر راني دفيته شويه بزاف. صافي هنا كما شفتوا الزبده ملي دابت 225 غرام، ملي دابت غنحيد لها هذيك الفوقانيه. صافي هنا نردها على جنب الزبده، وضروري تحيدوا لها داك الحليب ديالها. صافي هنا غنخلط النواشف وغنضيف ديك الزبده حتى هي، وغنرمل مزيان. هاد الترميله مهمه في اي حاجه ديال المعسلات،
رملوا. كل ما رملتوها كل ما كتجي النتيجة زوينة، والله القسم الا ما جات هذيك بشنيخة جات مرملة وزوينة. جربوها بهذه الطريقة، ما تبعوا الفيديو وديروا نفس المقادير ونفس الطريقة ديال الخدمة. صافي هنا كما شفتوا راني شديت السيار، راه عندي عويناتو صغيورين. صافي وبديت كندوز هذيك باش ما كتبقاش هذيك الزبده مكركبه وكتجي العجينه زوينه وليس. غنزيد معلقه هنا ديال الخل، نصفي هذاك ربع كاس مع الزعفران. صافي وغنبقى كنزيد الحليب بالتدريج شويه بشويه. نزيدو غير بشويه باش ما تجراش ليكم، هي خاصها تكون العجينه قابطه راسها هنا ما عندكو تغدركم العجينه هكا. تزيروا الماء بزاف وتزيدوا الطحين عاد تصدقي القوام ماشي هو هذاك. لزتيها الطحين ما كتبقاش شاده قوامها اللي خاصو تاخد. صافي هنا راني دلكتها واحد شويه، ضروري من ندليك اي حاجه اللي دلكناها وعطيناها الخاطر راها كتجي النتيجه زوينه. هانتوما راه شاط ليا كاس الا ربع ديال الحليب. ماشي تسمعوا نص لتر وتبداو تكبوا في الاخر ما تصيبوا ما تجمعوا. صافي هنا بعد ما ارتاحت راني خليتها هكاك شي ساعه. بعد ما ارتاحت دزت كنقطعها وغنكورها على شكل مسمن. هانتوما راه ما كتلصق لا والو، خاص العجينه تكون قابطه في راسها، حيت لا خليتوها كتعجن كتلصق زعما. ملي عاد دوزوها في الماكينه راه ما تعطيكمش النتيجه اللي هي زوينه. صافي عندي لهم هكا وضروري الميكا باش ما يطرشهاش الريح وتشقف. صافي هنا بعد ما ارتاحت هنا راني خدمت عن باش نخلي عندي. بقاو على هاد الاخرين هما اللي غنشاركهم معاكم. صافي هنا راني ما دوزتهاش في الماكينه، حيت الناس ماشي بزاف اللي عندهم الماكينه. كاين اللي ما عندوش تقدروا تخدموا بيديكم. صافي دوزتها كامله بالدلاك. دغيا دغيا شتي العجينه ملي كتدلكوها كتجي رطبه، ماشي بحال اللي ما كتدلكوهاش. وإلا كان عندكم الوقت خلطوها وخليوها في الميكا. مره مره دوزو ديوها وجيبوها واخا في نفس الميكا بلا ما تخرجوها من الميكا. عاديك الميكا ديوها وجيبوها صافي كتدلك بوحدها. ما عندكمش الوقت دلكوها شويه. صافي هنا ندوزها للماكينه كنقاددها من الجناب، ضروري كنحيدو دوك الجناب. صافي من كنخرجوها من الماكينه كنفضوها مزيان باش كيحيد هذاك كما كتشوفوا داك اللي لاصق فيها ديال الجناب وداك الحتحيت. صافي نفضوا سطح العمل اللي غنخدموا فيه باش ما تجيش ملي نخشيوها بالزيت ما يجيش فيها داك الدقديق ديال الماكينه. حتى حاجه ما كنضيعها، حتى هادوك اللي كنرد في الجنب حتى هما في الاخر كنقاددهم وكنديرهم وحيده ولا جوج. في هاد المرحله بغيتوها كبيره غليظه زعما بغيتوها رقيقه نتوما على حساب الحجم اللي بغيتوها اللي تكون عامره راه نتوما كتقويو الشرائط. صافي هنا الفيديو راه شارح راسو. كنجمع الرويصات كاملين كنجمعهم عاد نبدا كنلوي وكنقبض. شوفوا راني كنلوي عاد تنقبض بالصبع ديالي وكنفضها هكاك باش ما يجينيش فيها الكسور بزاف. هاد الا ما درتوش هاد القضيه راه يجيكم الكسور بزاف ملي تكونوا كتقليوها.
خاصكم ضروري تقادو الرويصات، واللي صغير تحيدوه، وباقا تبعوا الفيديو باقي عاد تشوفوا ملي كنقطعها كيفاش كندير لها باش كنقيها مزيان من دوك الريصه اللي مقطعين. صافي هنا لا كنتو دايرين بزاف حتى ديروها هكا، غطيو بالميكا، ديروا هاد القضيه وقطعوا وديروا في بلاطو ولا اي حاجه اللي عندكم وغطيو بالميكا. صافي تقدري ديري اي تقريبا تتسالي كلشي وتولي تقاديها تمشي لشي طبله هكا وتقادي وتحطي حداك. كان عندك العوير رانتي كديري ديريكت. صافي انا راني كنصايب هكا وانا كنقادد وبنتي كتهز وكتدي الطبله كتقاد في الطبله. راه ساهله تقدو تخدمو ما كتشدش الوقت بزاف. تقدي تخدمي حتى 4 كيلو في النهار هذا تقضي شغلك وتخدميها وتنضيها وتجي هو هذاك وكتجي صراحه الله زوينه. صافي كيما شفتوا كنفض مزيان. علاش كنفض؟ باش من كيكون شي رويس اللي مقطع كيخرج. صافي ملي كنشوف انا شي رويس كنحيدو، والجناب ما تخليوش الجناب، راه البشنيخه ديالكم على الطيب والجناب غيبقاو لكم خضرين. حاولوا الجناب تخدموا بحال هاد الرويصات اللي كنهضر عليهم. صافي ملي كنفضها الراس اللي كيطير كنحيدو كتجي فينيه من ديبار ما كيجيش فيها الكسور. في خطره انا غنوريكم في الاخر ديال الفيديو ما جاش فيها الكسور نهائيا. صافي بحال هكا كنبقى نقي وكنلوي باش الا لاحظتوا راني ملي كنفضها راني بحال يد كدور العكس، كندور يدي العكس، وحده كدور لهاد الجهه وحده كدور لهاد الجهه باش كيجي الديكور ديالها زوين. وهنا صافي ساليت البشنيخه اللي عندي كامله كما كتشوفوا قاديتها في الطبله، خليتها كتشرب واحد شويه بلا ما وجدت الزيت كما كتشوفوا، نوجد العسل، نوجد حدايا المسائل كامله اللي غنحتاج في القلي. صافي وغنبدا كنقلي. راه كما كتشوفوا راني جبت حدايا البلاطو عمرته. في هذه المرحله راني زايده البوطه يسخن الزيت، من بعد كنبقى نلعب انا والبوطه. ملي كنشوف الزيت سخنات بزاف كنقص، ملي كنشوفها بردات شويه كنزيد في البوطه وانا غاديه هكاك باش كتجي طايبه على خاطرها. وفي هذه المرحله ملي كتحطوها ما تقيسوهاش في خطره باش حتى كتشد راسها، حيت لا قصتوها كتقطعوا دوك الخويطات حيت تكون باقا خضره. وما تنقصوش البوطه بزاف وتخليو الزيت بارده، لا راه عاد تحل غتبقى تطربخ هكاك في الخوا وعاد تحل. المهم الزيت يكون مسخون ما بارد، ما يكونش تاني سخون باش بزاف باش ما تجيش معلوجه عليها. طيب لكم من الوسط يبقى لكم الجناب. صافي هنا راها طابت القليه الاولى على خاطرها. اي حاجه بالخاطر، ماشي كنضربوا التماره في القلي ما نصبروش. خاص ضروري الا بغيتوا الحاجه تجيكم زوينه خاص الصبر في كل شيء. صافي هنا كما كتشوفوا غنسقطرها مزيان وغنديرها في العسل، ما تبركوش عليها. ما كتبغيش العسل اللي يكون قاصح، خاص العسل يكون مرخوف شويه باش ما تهرش لينا وتشرب العسل مزيان. الا كان عندكم العسل اللي قاصح بزاف خاصكم تسخنوه. كما وريتكم كنقول لكم البوطه راه هكا ها نتوما. دابا راني غنزيد دابا فيها، كنبقى انا والبوطه لعابين حتى كنسالي. المهم كتجي النتيجه زوينه. خصكم بحال هكا. وهنا هذه هي الشباكيه ديالنا جات، اللهم صل على النبي، جات غزاله. هنا سال الفيديو، نخليكم على خير.